بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صورنا لكم طبعا فلوج ثالث يوم. الفلوج نزلنا البحر الصبحية، كان جميل برضك ما شاء الله. ده كان ورا الفجر على طول، الجو هادي جدا. يعني يحب ينزل البحر في الايام ديت ينزلها، الايام اللي هي فيها زحمه ينزل ورا الفجر على طول. بتبقى لسه بقى الناس نازله اهوت، ناس بالكراسي بس، وبعض الناس قليله مش كتيره زي بتاعه العصر. وريته طبعا وقت العصريه، ده كان الوقت ورا الفجر ما شاء الله لا قوة الا بالله. كان جميل جدا وهادي. الجو الصبحية بيكون مختلف. النهاردة قلنا لهم نسهر وننزل بقى البحر الصبح، عشان كنت حابة اشوف البحر في الوقت دوت. فضلت بقى طلعوا فوق هما ونزلوا، فضلت مستنياهم لحد ما نزلوا بقى، وقمنا رايحين على البحر على طول. برضو الجو كان بدأ اللي هو وقت كان الناس بدأت تيجي وتهل، وده حبيت اصور لكم البحر وانا قاعدة في البلكونة، بس الصورة جت بعرض التليفون. ده البلكونة اللي كنت بتاعتنا. وبعدين خرجنا بقى، حبينا ان احنا نخرج الظهرية، كنا خارجين نجيب طلبات، فكنا رايحين اصلا ماشي نتمشى يعني وكده. اخويا قال لي لا هيجي يوصلنا بالعربية، فروحنا بقى نجيب الطلبات اللي احنا عاوزينها ونشوف البلد. شكلها برضو جميل الصبحية والمشي فيها جميل. ده راس البر. طبعا اللي وصل معانا هنا يصلي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. دي طبعا السماسرة بقى، بيبقوا قاعدين هنا بشمسيات كده اهوت، عشان لو في ناس هيأجروا شقق ولا حاجة. الجو بالنهار برضو كان جميل ومختلف. هنا كده في السماسرة، وفي اللي مأجرين عجل برضو وبيجي باجي. هنا شارع 101 اهوت، وديت مع معومات بالنهار، بيكونوا مثلا ماشيين على البحر او فيهم ماشي في البلد برضو، عشان اللي هينزلوا العصرية وكده، لان احنا كنا لسه الظهرية. احنا هنا كده داخلين شارعنا. البيت بتاعنا كان جميل، في من اي شارع كنت توصلي له. في شجر حوالين البيت وجنينات، جنينة يعني وكده. متنسوناش من اللايك والاشتراك، ان شاء الله بكم نوصل للمليون. واللي معانا جديد في القناة برضو ما ينساش يعمل لايك. انت بتتفرج على الفيديو اهوت ما انتوش حاطين اللايك، حطونا عشان ان شاء الله بكم نكبر. احلى حاجة عندهم هنا البيوت 3 ادوار بس. هنا كان بيتنا بقى قصاد الورد ده بالظبط،
كده خلاص كنا وقفنا وقالكوا يلا باي، وهننزل بقى اهوت. ولولو كانت معانا، احنا كنا رايحين مشي، فكنت انا وماما بس اللي هننزل. لما اخويا جه معانا قلت له خلاص بقى نجيب لولو، فجبنا لولو معانا تتمشى. دي البيت اللي كان قصادنا. التليفون معايا بتاعي ما كانش راضي يفتح، كان ناسيين الباسورد بتاعه. وهنا بقى كنا طلعنا غيرنا ونزلنا عشان العيال كانوا مستعجلين وعاوزين ينزلوا البحر. هنا بقى العربيات اي حاجة هنا بيبيعوها. ده كان التصوير، كان الست اللي كانت معدية دي كان معاها التمساح بيتصوروا بيه. مثلا برضك لو في سينما فاتحة فبيمشوا يوزعوا على الناس اللي قاعدة برضك ورق وكده، تذاكر عشان اللي عاوز ينزل. هنا انا كنت هناك في البحر. أنا نزلت النهاردة البحر، وكان ذرة مشوي تلاقيه ماشي، بطاطا، اي حاجة، مأكولات، لب، فول سوداني، اي ما شاء الله كل حاجة. الجو جميل برضو في العصر، بس بيبقى زحمة. الصبحية بيبقى حاجة وبالليل بيبقى حاجة تانية. كانوا معانا جماعة راحوا الشط بتاعهم أول يوم، كانوا بيقول لك الشط عندنا زحمة. فهنا بيبقى شط 101 بيكون هادي شوية عن الشواطئ التانية. هنا كانوا جيراننا سقهم وطالعين من البحر اهوت. نقولوا معاكم كلكم ازيكم عاملين ايه. نقولوا هنا ايه كانت قاعدة وشايلة شنطتي عاملة زي اللي قاعدة متقدرة. وكان اليوم اللي ما ترضاش اللي ما نقول مثلا مش هننزل البحر كانت تقعد تزعل. كانت تزعل اللي هي مش هتنزل البحر، فكنا ننزل لو هما تنزل. الجو هناك ما شاء الله في راس البر بيكون جميل جدا، في المصايف عامة وفي اي حتة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. انا الواد دوت كان واقف ينادي على مامته عشان سقعان.
هنخرج بقى عشان نروح الملاهي. فضلنا بقى ماشيين اهو بالعربية، هنروح الملاهي شوية ونرجع. لان العيال اللي كانوا معانا الاطفال كانوا محتاجين ان هم يروحوا الملاهي. طلعت جميلة ما شاء الله، هي اطفال وكبار وكله ما شاء الله. ديك اسمه الفنجان. وبكده خلاص صورنا لقطة بسيطة بس من الملاهي. هنا بقى قلنا نروح. في شيء بقى روح على رجله، في شيء روح بالعربية، حسب اللي حابب. احنا كنا بنشرد من الشوارع الضيقة نوصل على طول في البيت. طبعا بقى كده هيكون الفيديو بتاعنا يعني انتهى، وما تنسوناش بقى من اللايك والاشتراك وتفعلوا لنا زر الجرس عشان نستمر معاكم، وان شاء الله بكم نوصل للمليون في اقرب فرصة ان شاء الله. يا رب تكون فيديوهاتنا بتعجبكم، قولوا لنا رأيكم في الكومنتات.